وانا اليوم صار وياي موقف، هذا الموقف تقشعر له الابدان. اتصل بي صديقي قال اخوي انا اليوم مطلع عمال عندي بالبيت، تعال يمي خلنا نوقف شوي. فقلت له جايك، واحنا قاعدين الصبح. فرحت يم الموقف اللي صار انه اثنين من العمال ذول اعرفهم ولد اصدقائنا معلمين بهاي العقود الجديده. شفت ها استاذ فلان شنو خطيه، حسيت انكسر بوجهي. قال والله اخوي ماكو رواتب، معود ابو الغيره الثاني هم نفس الشيء. يعني وصلت المعلم هذا اللي يربي اجيال، اللي يتخرج من عنده الدكتور، اللي يتخرج من عنده المهندس، المحامي، القاضي، البرلماني، رئيس الوزراء، كله متخرج من تحت يد المعلم. وصلتوه الى مرحله خليتوه يشتغل عماله. قلت اخوي جهاله تريد، ما عندي لا حليب لا حفاظه، اظل قاعد. يعني وصلت المعلم الى درجه خليتوه يشتغل عماله، المعلم العراقي اللي ينضرب بالمثل. زين ليش تاخرت رواتب المعلمين العقود؟ زين ليش ما تاخرت رواتب النواب، اعضاء مجلس المحافظه، رواتب المسؤولين؟ او يطلع رئيس الوزراء يقول لك والله هاي الحكومه ما بيها فاسدين لان ما بيها فلوس. ويضحك الرجل. زين لو بيها فلوس يعني اكو فاسدين؟ زين ليش ما بيها فلوس؟ وزير الماليه شنو شغله غير يكون يرتب الوضع؟ هسه احنا عندنا بعض الساده النواب جزاهم الله خير وجاي يشوفون يتحركون وجاي يركضون على قضيه التربيه، ولكن لازم تعرفون انه الساعه الواحده اليوم الواحد يمر سنه وانتم مش مطينه يعني. وهو شنو مستلم يعني؟ المعلم او المعلمه او الحرفي او الحارس 300,000 370. انتم ما مطينا راتب مال نفط لو مال غاز، رواتب ما تكفيهم لمده 15 يوم، بس يعني شويه مشيتهم شايله الوضع. فاخواننا جزاكم الله خير، البرلمانيين بالحكومه، الناس اللي موجوده، يعني هذا الموقف كارثه. معلم يشتغل عماله خليتوه، رجعتوه نلمه للنظام البائد، من المعلم كان راتبه 3000. مو حاله هاي. زين فلوس الجميلي وين؟ عالي نصيف وين؟ هاي الفساد وهاي المليارات والغرف وين راحن؟ وين راحن اذا ما عندكم رواتب وعندنا خلل وعندنا تلكؤ؟ وش ما هاي والله الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي يمتى؟ وش ما حكوا قالوا الاسبوع القادم، الاسبوع القادم. هاي صار 4 اسابيع الى 3 حسب قول المعلم اللي يشتغل عماله. فارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.